سمكيه مكرونه. بص من جوه، جوه عامله ازاي؟ دهب. سكر بأمانة. اهلا بيكم في مقارنه احسن سمك مكرونه، ومعانا 3 براندات، 2 منهم مشهورين بتوع زمان، وواحد لسه طالع كام سنه، بس نسمي الله ونقارنهم ببعض. تعالى لي هات لي بقى اولاد سمير ونشوف كيلو المكرونه. بص عارف بقى ايه؟ عارف انت الشغل بتاع زمان، كيس البتنجان وطبق الرز اللي في طبق الفل. يا نهار ابيض، ده سعر ايه؟ ده 290 جنيه كيلو، ده انا كنت بشتريه ب1000 وحاجه. انا عاشق لسمك المكرونه يا جماعه. بس الصغنن ده بيطلع سكر. ده سمك المكرونه يا جماعه اكله تعتبر من احلى اكلات السمك. يعني الناس اللي بتاكل سمك، احلى صنف في اسماك في اي نوع سمك، سمك المكرونه ده سكر. ده وليه اوقات معينه. المكرونه البلدي ما بيبقاش فيها شوك كتير. يعني الميزه في المكرونه البلدي او المكرونه المستورده ان المستورده بيبقى مليانه شوك والكلام ده كله. سفه بلغتنا. طبق الرز 20 جنيه ومدينا طحينه وبتنجان وجرجير وراجل مروق عليه على الاخر. نخش بقى على ايه؟ على الاكبر شويه. سمكيه مكرونه. بص من جوه، جوه عامله ازاي؟ دهب. ده الماظ يا جدعان. انا عاشق لسمك المكرونه. بسم الله. بص رحمتها اصلا عامله ازاي سمكيه المكرونه. منظرها ايه سمكيه دي؟ قشطه ايه يا لهوي، في صوص ايه ده كلها فوسفور. دي على الكورسات. اوعى تفتكر ان المكرونه حاجات عليه كورسات، لا دي جواها فايده. دي ساعات وهم بينضفوها يلاقوا جواها جمبريايه. والرز والطحينه مش عاجبني، والسمك عاجبني قوي وسعره محترم قوي. والمحل من سنه 1993 وهو مطعم اولاد سمير. سمك من بتاع زمان والطعم بتاع زمان. خش على بعضه. تاني واحد معانا ابو العربي بتاع التجمع. يا ترى اسعار التجمع زي اسعار مصر الجديده؟ فرق الدبل. هنا هندفع 600 جنيه 588 جنيه شامل الرز وعلبه طحينه. بس ايه علبه الطحينه مديها لنا بكام؟ عايز اشوف يا عزيزي. ايه ده طبق رز بشاميل ده ولا ايه؟ علبه طحينه ب 30 جنيه و70 قرش. مش فاهم ليه 70 قرش، ولكن اكيد في خطه. مش عايز اطول عليكم، هنسمي الله ونشوف. بيقولوا ان ابو العربي تقريبا من 5 سنين او من 6 سنين فاتح، بس عامل دهب. بردك دهب. ها منظرها ابن لذينه قوي. انا اصلا يا جدع بص تعالى من ورا هنا. تشيل سنه الشوكه اللي ورا دي وتفتح كده من النص، هتلاقي سلسله. شيل السلسله خالص وطلع اللحم كده كده كده. تفضل دي تاكل انت دي زي ما هي. اضرب. هات الرز بقى الجميله. بص بقى الطحينه شكلها بنت ناس. طحينه التجمع. نوع سمك مكرونه طعمه حلو، قليه حلوه، طريقه تتبيله حلوه. الرز انتوا عارفين ما بيجيش معايا بتاع مطاعم السمك. الطحينه طالعه حلوه. سعره 300 جنيه ككيلو سمك مكرونه. في مطاعم تاني بتبيعه ب1000 جنيه. انا عارف. بقول لكم ايه، اتفرجوا على مقارناتي. في مقارنات احنا عاملين سمك المكرونه من 500 ل 1000 جنيه. كل مكان بيجيب سمك. على فكره في دمياطي، في مكرونه خليجي، وفي مكرونه بلدي. كل نوع ليه طعم غير التاني. ده بجد. خش على بعضه. ده حلو مفيش كلام. وثالث واحد معانا وهو الصياد. والصياد يا جماعه في شيراتون. يعني واحد كان في مصر الجديده، يعتبر كوبري القبه اللي هو اولاد سمير، التجمع وشيراتون. ادينا بنقارن. وشيراتون تعتبر انا المنظر قدامك في الكاميرا زي ما انا شايفه بعيني. كيلو عند الصياد ثمنه 230 جنيه، نفس بردك سعر المطعم الاولاني. هل الفكره العيب في الطحينه ولا العيب في مطاعم السمك؟ الدنيا غليت. بص بقى دي السمكيه ماسكه نفسها ازاي. بص لما اجي في طريقه التفصيص اللي كنت بوريها لكم. بص انا قسمتها ازاي قدام منك. بص اهي صدقني اهي. شايف الحته دي الشوكه اهي طلعت، ودي الشوكه اللي في النص. طلع كده. دي تتاكل يا باشا ساندوتش. تعمل كده واضرب. لا فيها شوك ولا فيها اي حاجه تاني. ملبن بأمانة الله. طعمها سكر. دي حاجه تستمتع بيها. اجين تنزل في شويه الطحينه. الطحينه مراره السنين. دوق طعم المر. الطحينه صعبه قوي، طعمها مر قوي. الرز انتوا عارفين كده مش هيعجبني. سكر بأمانة. وفي النهايه يا عزيزي التلاته حلوين. بنظر كده بعينك
احكم انت عايز تجيب من عند مين. اديك شفت ده وشفت ده وشفت ده، التلاته حلوين، التلاته حلوين، بس كل واحد ليه طعم. ده حلو قوي وده حلو قوي وده حلو قوي، والتالت سمك مكرونه، وانا من عشاق سمك المكرونه. اتفرج على الحلقه الجايه فيها برضك مكرونه هتعجبك. بقول لك ايه، اقفل الفيديو، والتلاته ليهم تاريخ. الصياد قديم، اولاد سمير قديم، ابو العربي ليه اسم برضك مش قليل. سمك المكرونه بقى ب 300 جنيه، كان زمان واحد يجيب الكيلو ده ب 15 جنيه. سلام.